على الملائكة فقال أنبئوني. النون الساكنة جه بعدها حرف الباء. الباء من حروف ايه يا جماعة؟ من حروف الإقلاب. يبقى هنعمل ايه؟ هنقلب النون الساكنة إلى ميم مخفاة. واوعى تنسى الغنة بمقدار حركتين، واوعي تنسي الغنة بمقدار حركتين. يبقى النون الساكنة أول ما تشوف بعدها حرف الباء، الباء من حروف الإقلاب لما يجي بعد ايه؟ خلي بالك النون الساكنة أو التنوين. خلي بالك النون الساكنة أو التنوين. يبقى الباء من حروف الإقلاب، هو الحرف الوحيد للإقلاب، بس بشرط يجي بعد النون الساكنة والتنوين بس. خلي بالك. أقول تاني عشان ما تتلخبطش. يبقى الباء من حروف الإقلاب لما يجي بعد النون الساكنة أو التنوين بس. خلي بالك. أقول تاني لأن عارف إنك هتتلخبط. الباء من حروف الإقلاب لما يجي بعد النون الساكنة أو التنوين. النون الساكنة أو خليك فاكر النون الساكنة أو التنوين حرف الإقلاب هو إيه؟ هو حرف الباء. يبقى هنا يا جماعة، يبقى هنا النون الساكنة جه بعدها الباء. هنقلب يا جماعة الحكم هنا الإقلاب. هنقلب النون الساكنة إلى ميم مخفاة. شكرا ليك، جزاك الله خيرا. النون الساكنة هنقلبها إلى ميم مخفاة يا جماعة. اوعى هتنسى الغنة بمقدار حركتين بقى عشان تتم جميلك وما تنساش الغنة بمقدار حركتين. يبقى النون الساكنة جه بعدها حرف الباء. الباء من حروف الإقلاب. يبقى هنقلب النون الساكنة إلى ميم مخفاة مع الغنة بمقدار حركتين. أنبئوني. خلي بالك من اللي أنا قلته دلوقتي عشان هفكرك فيه كمان شوية. قول ورايا. أنبئوني بأسماء. الألف والهمزة. الألف اللي هو حرف المد، والهمزة اللي هي سبب المد، جم في كلمة واحدة، جم في مكان واحد، جم في حتة واحدة، يبقى اتصلوا ببعض. يبقى دي مد متصل حكمه واجب. هنمده بمقدار 4 حركات أو 5 حركات. بأسماء يا جماعه وصلنا 400,000 تكبيسه يا جماعه. تكبيس باستمرار يا اخوانا، تكبيس باستمرار. وصلنا 400,000 تكبيسه ان شاء الله. ليه؟ عشان ندعم البث يا جماعه. التكبيس ديت بيدعم البث ويقوي. بارك الله فيكم. بأسماء مد متصل حكمه واجب. هنمده بمقدار 4 حركات أو 5 حركات. قول ورايا. بأسماء هؤلاء. هنا في مد منفصل، هنا في مد منفصل، هنا في مد متصل، هنا في مد منفصل، هنا في مد متصل. دي عبارة عن ها ألف أولئي. بس هي اتكتبت كده يا جماعة، فالألف انفصلت عن الهمزة فبقى مد منفصل. أما هنا الألف ما انفصلتش عن الهمزة فبقى مد متصل. هؤلاء. إن اخفي النون الساكنة مع الغنة حركتين. إن كنتم. اخفي برضو النون الساكنة مع الغنة حركتين. النون الساكنة جه بعدها حرف الكاف. هنخفي النون الساكنة لأن الكاف من حروف الإخفاء. النون الساكنة جه بعدها حرف التاء. هنخفي النون الساكنة مع الغنة مقدار حركتين لأن التاء من حروف الإخفاء. يبقى هنا إخفاء وهنا إخفاء، هنا إخفاء وهنا إخفاء.